صباحكم كله هنا وتفاؤل. تعالوا نصلي على النبي ونبدأ مع بعض الفيديو ونقول لكم احنا عم بنعمل ايه. انا عملت من فترة حولت الجلاش لفطير. في ناس كتير سألتني عليه، بعتولي على الخاص ان هو عايزين فيديو والتفاصيل بالظبط انا عملته ازاي. بصي، انا عملت 3 مرات قبل كده من لفة جلاش واحدة بس. اللفة كانت نص كيلو، عملت منها 3 مرات ففضل منها شوية. هتقولي لي ازاي؟ اقولك والله عملت 3 مرات قبل كده. بصي بقى، هاتي بقى علبتين زبادي وتعالي نصلي على النبي في الكومنت اللهم صل عليك يا نبي. متنسيش اللايك الجميل والاشتراك عشان يوصلك كل جديد مني، والفيديوهات الجايه كلها تعجبك والفيديو بيجيب فيديو. وانا مبسوطه قوي ان انتوا بتتابعوني. يلا نصلي على النبي. بصي بقى، انا كان ما سيحتش زبده، دول كان اخر حاجه عندي، فانا بصراحه كملت عليهم زبده من الصفرة اللي هي الفرن. جبت علبتين زبادي خلاص، وانا دلوقتي حطيت الزبده الفرن. اقلب بقى الزبده اللي انا حطيتها. بصي، حطي الزبده زي ما انت عايزه، مثلا نص كوبايه على حسب ما انت بتحبي الزبده. وجبت عليهم عشان هعمل 2، فجبت علبتين 2 زبادي. لو بعمل واحده بحط واحده بس. خلاص ضربتهم كده كلهم بالمضرب. لقيت المضرب ده مش نافع معايا، جبت واحد تاني ده خفيف، جبت واحد اتقل بحيث ان القوام بتاعه اعرف اجيبه. بصوا خلاص زي ما اتفقنا، انا هعمل 2، كل واحدة عليها كوباية زبادي. قولي يا ستي نص كوباية زبدة على سمنة، زبدة بس، سمنة بس، براحتك. نزلت بقى يجيب بربع كوباية سكر، فحسيت انها مش هتقضي بصراحة للاتنين، وانا عايزاها تبقى معسلة شوية. ممكن تعمليها حادقة ما تحطيش سكر خالص. جبت بولة اكبر، طبق كبير عشان انزل بيه بقى ده كله، عشان لما اجي اضربه ما يوقعش معايا. ما كنتش اعرف ان اليوم مش هتقضي بصراحة. بس بقى هنكمل بقية السكر، نملى العلبة سكر ونحط تاني. بس كده زي ما انت شايفة كده يعتبر وصلنا لنص كوباية. خلاص، عايزة تحطي كوباية كاملة حطي على حسب حبك للسكر. بصي، انا كنت جايبه قشطه، كانت عندي فايضه فكنت هحطها في العلبه زي دي كده عشان ما تبصش. قلبي ده كله كده زي ما انت شايفه. انا كنت حطيت رشه ملح، انا مش عارفه انا حطيتها الفيديو اتصور بيه ولا لا. رشه ملح